المشكله بقى ان تفسيرنا للمواقف اللي بتحصل في حياتنا مبني على العوامل الداخليه، ومبني على الاحتياجات اللي كانت في الماضي، اللي اتكونت واللي ما اتكونتش. ازاي؟ يعني مثلا وانا بكون ماشي في الشارع برمي السلام على حد، ممكن الشخص ده ما يردش عليه السلام. انا مردودي على نفسي هيبقى عامل ازاي؟ الشخص ده اشمعنى ما ردش عليا؟ طيب هو ما ردش عليا ليه؟ هو سمعني ومطنشني، ولا هو متضايق مني عشان انا كنت في مره قبل كده مشيت ومش رميت عليه السلام؟ ولا ممكن يكون علشان انا كنت في مره بتكلم مع شخص تاني وما رضيتش اكلمه، وابدا بقى افترض كل الافتراضات دي. الافتراضات دي جت منين؟ من العالم بتاعي، بسبب كل الظروف اللي انا بمر بيها. المصيبه بقى ان اي تشوه بيحصل في العالم الداخلي انا بعكسه على كل موقف يحصل في الواقع بتاعي. لا ده انا كنت سبب في الاذى لا ده الناس اللي مش بترمي على السلام. كانت من ضمن المواقف المضحكه قوي، كنت انا واحد صاحبي بنبقى ماشيين في الشارع، احنا بنرمي السلام على شخص، المهم هو لو ما ردش علينا احنا بنبص لبعض وبنضحك وبنقول السلام لله. ليه احنا خدناه بالموقف ده هزار عادي؟